من عالم الفن والازياء واخر صيحات الموضه، استضيف اليوم في الاستوديو مصمم الازياء العالمي واللبناني الاستاذ داني الأطرش. اهلا بك معنا. اهلا فيك. في البدايه خلينا نحكي شوي عن مشاركتك في اسبوع الموضه في باريس، يعني ما الذي قدمته هناك؟ قدمنا اخر عرض كان للصيف 2010 للهوت كوتور، اللي جرب باسبوع الموضه الاوروبي اللي بيشاركوا فيه كل الفرنسويه عاده. طيب كيف كانت الانطباعات الغربيه حول ما قدمته؟ هلا هيدي مش اول مره بنقدم، صرنا تقريبا 6 سنين بنقدم بباريس، صار في عندنا تقريبا صرنا مرتاحين اكثر بطريقه الشغل مع الفرنسويه، فكانت كوليكسيون حلوه بعتقد. اخر كوليكسيون عملتها كان فيها كثير فساتين قصيره، كان فيها الوان كثير صيفيه حلوه، انه خفيفه باستيل، الزهر، الالوان الفاتحه، كانت منيحه. طيب شو نوع القماش الذي قدمته في اخر كوليكشن؟ هلا نحن عاده بنعتمد على القماشات بنسميهم، في قماشات كلاسيكيه اللي هي الحراير، في قماشات بنسميها الفانتازيا اللي نحن بنشتغلها تقريبا فيها شاك او فيها ليزر كات او فيها رسم او فيها هيك. دائما بعتمد على اثنين، لان في اشياء حلوه تكون خفيفه واشياء تحبيها مش معقده بس فيها شغل اكثر يدوي. ما هي الالوان التي ركزت عليها خلال هذا العرض؟ كيف عندنا الاكرو كان في كثير اسود، وكان في الالوان الذهبي والفضه الميتاليك كلر بنسميهم. طيب على ماذا تعتمد في تصاميمك بصفه عامه، او ما الذي يستهويك في خطوط الموضه؟ يعني انا بعتمد شوي على الاشياء السمبلسيتي بالفساتين، ما بحب كثير كان في شك كثير خفيف، يعني بتحسي فيه يا حزام مشكوك اذا ما في شك بالفستان، او على الشغل بالقماش اكثر من انه الشك والتعجيق بالفستان. طيب يعني انه يعني بتعتمد اكثر على الشغل يعني مش لعب بالقماش او بلا، بفضل الشغل بالقماش، يعني بحاول قد ما فيني اهرب من الشك او من الاكسسوار، حتى ماني كثير هاوي اكسسوار بالفستان. طيب قدمت فساتين للعروس؟ ايه اكيد، كان فستان عرس، كوليكسيون كان اسمها تاتو، يعني كان معمول كله من تاتو مرسوم. طيب اذا فيك تحكي لنا شوي على الفستان المعروض. هذا اول فستان طلع بالكوليكسيون، كان ابيض مرسوم كله رسم مثل كانك حاطه تاتو على جسمك، لونه ابيض. بتلاحظي كان كثير في فساتين قصيره كمان. هذا الفستان معمول من عشب البيج، القماشه كلها معموله من خيطان عشب ومشغوله بطريقه دائرات هندسيه. طيب ما هو يعني الفستان الذي يعني مثلا نال اعجاب العديدين في هذا العرض؟ اكيد كل كوليكسيون بتلاحظ انه في فساتين بتنال اعجاب اكثر من فساتين، ومش ضروري تكون هي اللي بتعجبه للمصمم، مرات بيكون هو شايف فستان كثير حلو بيطلع بالعكس بفضله شيء ثاني. بس طيب كان هذا كمان فستان طويل، يعني فستان طويل، يعني بحس انه الطويل عم بلاقي اعجاب اكثر، يمكن لانه هين اكثر باللبس. طيب انت مثلا في هذا الكوليكشن او في اسبوع الموضه في باريس، يعني ما هو الفستان اللي كان يعني نال اعجاب الحضور او العرس؟ فستان الفرح. طيب وهذا الفستان احكي لنا شوي عن هذا دونتيل، كان كله معمول دونتيل فضي وذهبي، كان مخلوطين اللونين مع بعضهم. كان في كثير دونتيل بالكوليكسيون، كان في الشك، حتى بتلاحظ الشك ما كان معمول من حديد ميتاليك، الماتيريال تبعه. انا اذا لاحظت انه في هالكوليكشن اعتمدت على اشياء، يعني مثلا على الاعشاب، على المعدن، يعني ما هو السر في الموضوع؟ يمكن دارج، دائما خطوط الموضه بتلاحظيها عم تتغير، بس مرات تبلشي بشغله بدها تاخذ معك كذا موسم. حسينا انه في تغييرات شوي، يعني صرنا فتره كريستال، هلا بلشنا نفوت كريستال واشياء متطوره اكثر بالحديد وميتال وهيك اشياء. في تقنيه جديده عم تطلع كل فتره، بدك تتابعيها. يعني بتلاقي اقبال على اكيد. طيب برايك لماذا يحتاج مثلا مجال الازياء ليعطي مثلا الالهام للمصمم ولكي يعطي المصمم المزيد؟ هلا المصمم اول شيء بده يكون بده يقرا كثير، بسافر، بده ياخذ فكره من كل شيء حواليه، يعني عاده بالسفر بنتعلم اشياء، بس نكون عم نقرا، نعمل معارض باوروبا، بنسافر نشوف شو عم بيصير، وبالنهايه هي الست هي وماشيه حتى بالشارع عم تشرب قهوه بتعطينا الهام، يعني كل انسان بيكون عنده طريقه تفكير ولبس معينه، والمصمم عليه انه يخزن هالمعلومات يقدر يطورها بكوليكسيون. طيب وانت شخصيا يعني المصمم داني الأطرش على شو بتعتمد شخصيا؟ انا بعتمد اكثر شيء بسافر، انا من النوع بسافر كثير، يعني بس كون بدي اشتغل على فكره معينه
بحاول سافر اذا كنت عم بحكي شيء مثلا عن موضه، عم فكر بشيء من الهند بسافر على الهند، اذا عم فكر شيء من الحضارات الوسطى برجع باخذ كتب بقريها، بترجع للفتره اللي عم تشتغل عليها تتحسس شو كان دارج، بس تطوري اكيد على شيء مودرن وبينلبس بالوقت الحالي. طيب وبالنسبه للاكسسوارات، يعني اين هي الاكسسوارات في تصاميمك؟ يعني في النهايه هل تختار مثلا اكسسوارات اللي بتلبع على الفستان او بتكون مختارها من الاول؟ اكسسوارات لا، عادة انا ما بحب كثير اكسسوار يكون فلتين على الفستان، اذا اشتريت اكسسوار بحبه يكون ثابت بقلب الفستان ينلبس معه، مش انه نرجع نحط الاكسسوار ولا نشيله. طيب انت كمصمم يعني بماذا تنصح المراه يعني في لباسها في المناسبات؟ يعني اول شيء انا بحس ما فينا كثير نتجه صوب انه هلا دارج لازم البس هيك، يعني في ستات بتلاقي وين في عندها نقط ضعف وين نقط قوه، كل شخص في اشياء حلوه بجسمه واشياء ما كثير بحاول يخبيها، بس يبقى اول شيء يعرف حاله شو هي النقط الحلوه فيه وهون يلبس، يعني ما نطلع انه دارج هالموديل لازم البسه، يعني مرات ما بيلبق للشخص اللي لابسه. طيب مثلا انت يعني ما بتيجي مثلا مرأة عشان تاخذ تصميم معين، يعني كيف على ماذا تعتمد لنصحها يعني مثلا بالفستان المناسب في المناسبة المناسبة؟ اول شيء بنطلع شو هي المناسبة وين، يعني شو المجتمع رح تكون فيه المناسبة، هل فينا نعمل بلا اكمام، فينا نعمل قصير، فينا نعمل طويل، بعدين بنعتمد اول شيء على اللون اللي بيلبق لها. بحب كثير خفيف بالفستان، بحب اهرم الفستان يكون بضيقه بس يكون بالسهره، وعلى اساسه بنصير نبين الاشياء الحلوه بجسمها وبنحاول نخبيها الاشياء، يعني ما بنصحى نقول لها انه مثلا هالمنطقه حلوين نخبيها بهالطريقه، يعني من هي لازم تعرف انه في اشياء ما لازم تبين بجسمها واشياء غير تبين اكثر طيب اذا حكينا على الالوان الدارجه هي السنه في الهوت كوتور، يعني شو اللي دارج؟ كان في باستيلات كثير بالصيف، يعني بنشتغل كنا على الزهر الفاتح، على الاكرو، على البيج الفاتح، بالاضافه للون الاساسي يعني الاسود عم بضل صيف شتاء حسيب بروح وبيرجع بروح وبيرجع، في كثير الالوان باستيلات كثير كان دارجه، بالاضافه للاخضر الفاتح كمان. طيب اذا تحدثنا شوي عن ربيع، بما انه احنا على ابواب الربيع. هلا ربيع نحن خلصنا رجعنا فتنا بالشتاء 2010 و11 يعني. ربيع هو الباستيلات تبعنا، يعني بالهوت كوتور في عندنا الصيف والربيع نفس الالوان بتكون، بيتغيروا شوي، في عندنا كثير ما بقى في كثير برنت بالقماش، يعني ما في تطبيعات كثير بالقماش، بتحسي في قماشات كثير ساده او شغل بقلب القماشه بس مش يعني ايش فتره تحسي الالوان الورد بالقماش، هلا بتحسي لا عم نفتش على لون ساده بالقماشه اكثر. طيب فن الهوت كوتور هي فن في حد ذاتها، طيب فيك تحكي لنا شوي عن الهوت كوتور بصفه عامه؟ الهوت كوتور هي بالمجمل فستان بينعمل لسيده معينه على توصايه، يعني منا سرير ساطين بتنعمل، اكيد منا لكل العالم لان اول شيء مكلفه كثير والست بينعمل لها فستان ما بينعاد. بقى اكيد الست اللي بتجي لعنا او بدنا نشتغل الهوت كوتور بدنا نعملها فستان لها شخصيا يليق بشخصيتها وباللي هي بتحتاج له. اكيد فن مش اصعب، بس اكيد اصعب تعطي شخص واحد فكره عم تشتغل عليها على 6 اشهر كرمال تعملها فستان واحد، فبتحسي هون الصعوبه تقدر يعني للفستان الواحد بيستغرق معك مثلا مده 6 شهور؟ لا الكوليكشن بتاخذ 6 اشهر تتعمل. اي طيب الكوليكسيون كم من فستان ممكن بيطلع فيها؟ يعني عاده ما لازم يكون اقل من 30 فستان وماكسيموم 40 45، يعني ما في شيء محدد بس مش اقل من 30 فستان وفستان فرح واحد. طيب انت تميزت بالهوت كوتور، يعني عندك مشاريع انك تغير او انك تضيف شيء ثاني للهوت كوتور؟ ايه في عندنا اللاين البريتا بورتي صرنا عم نشتغل عليها من كم موسم، وعم نشتغل هلا تنقدر نعرضها قريبا ان شاء الله كمان بنيويورك، بلكي الموسم اللي جاي بعد باريس. يعني فيك تشرح لنا شوي يعني كيف طبيعتها؟ البريتا بورتيك الفكره تبعوله انه نعطي لمسه من داني اطرش ستايل بس نقدر نوجه لعالم اكبر، يعني ما عندنا طيب شو هو ستايل داني الاطرش؟ سامبلسيتي، يعني العباره انا ما بحب كثير التعجيب بالفساتين، بفضل الست يعني الفستان ينخلط جماله مع الاكسسوار اللي هي لبسته او الميك اب اللي عملته، مش انه تقل بالفستان لدرجه ما يبين شيء حواليه الا الفستان، بحب الست اللي تركب كل شيء مع السكربينه مع الشنطه مع الاكسسوار تيعطي الفستان حياه. طيب انت يعني من مؤيدين انه الجرأة في التصاميم او لا؟ بلا اكيد، بس الجرأة حسب شو مفهوم الجرأة، مش انه الشفافية بالفستان، الجرأة بالفكرة تبع الفستان اكثر.
طيب شو هي يعني نصيحتك لكل النساء الأنيقات المهتمات بآخر صيحات الموضة؟ نصيحتي لهم انه يحضر عروض. لا بحس انه السيده حلو تكون جريئه بلبسها، لان بالنهايه الفستان بيعكس شخصيه معينه. بفضل ما تكون بما ان هي بتعرف شو بدها، ما تطلع شو بيقولوا لها حواليها، لان هي شخصيتها الشخصيه بتبينها للعالم. مصمم الازياء العالمي واللبناني اذن الأطرش، شكرا جزيلا لك على قدومك الاستوديو. شكرا لك.